السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا مساء الفل على عيونكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يومكم كله خير وبركة وفرحة وسعادة. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوناش باللايك، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفني وينورني بالاشتراك وتعليق جميل منكم. ان شاء الله مع بعض النهارده هنعمل التورته القمر اللي شايفينها مع بعض دي. هنعملها بطريقه سهله جدا، تقدري تعمليها في البيت بمكونات ان شاء الله تكون متوفره عندك. نقول بسم الله والصلاه والسلام على اشرف خلق الله، وندخل على بركه الله نبتدي الفيديو. اول حاجه انا مجهزه الاسبونج، عملناه مع بعض كتير على القناه. بجيب نفس الصينيه، سواء الصينيه اللي انت عملتي فيها مقاس 24 وتروحي جايباها حاطه فيها كيس. وانا بعمل الكيك على صينيتين وبقسم كل صينيه لاتنين. هنبتدي ايه؟ نحط الاسبونج ونشربه اي صوص تحبيه، تقدري تشتغلي بيه صوص فراوله، صوص مانجا، او تحبيه يكون ساده. في العجان معانا كوبايه من الكريم جانتيه، كوبايه ونص من الميه المثلجه، معلقتين من الباستري كريم، ونص كوبايه من السكر. الاسبونج يا جماعه عباره عن 3 بيضات لكل صينيه، 3 بيضات، كوبايه ونص من الدقيق، كمان معلقتين من النشا، معلقه من الكيك شيف، معلقه من محسن الجل، نص كوبايه ميه مثلجه، ونص كوبايه من السكر وفانيليا، ومعلقه من الخل. نضرب كل ده في العجان او بالمضرب الكهربائي اليدوي. فرننا ساخن على درجه حراره 180 سلك في الرف اللي في النص. تقدري تحطي صينيه كده فيها شويه ميه في قاع الصينيه، بتوزع معانا الحراره، بتدينا سبونش حلو جدا. تقدري تقسميه على صينيتين ل4 ديسكات، او لو حسيتي انها تبقى عاليه قوي تقدري تعمليها على ايه، على 3، والديسك الرابع تعملي بيه اي كبات او اي حاجه. طبعا ال3 بيضات دول هيتحطوا في صينيه واحده، يعني ايه، هتعملي 6 بيضات المقدار ده، يعني هتكرريه مرتين. عايزه تشتغلي مره واحده تحطيه في صينيه واحده مفيش اي مشاكل. ندخله فرن بقى تبع التسخين على درجه حراره 180. بياخد معانا حوالي من نص ساعه لحوالي ساعه الا تلت، اما لو كانت في صينيه واحده هيعدي الساعه. بيطلع معانا بيبرد خالص، بنقطعه. وبعد ما حطيناه زي ما انتم شايفين بالديسكات كده بالكريمه، بنحطه في الفريزر ساعه 2 3. ممكن لو مش عايزاه، شايفين يا جماعه الطبقات بتبقى كبيره جدا، وكمان دول 3 تقدري تعمليها 4 او تعليها اكتر او اقل. بعد كده ابتدينا نحط، والكريمه يا جماعه بتقسميها على نصين. يعني الكوبايه اللي قلنا عليها دي بتعملي في الاول نص كوبايه نكسي بيها من جوه ونحطها في التلاجة، وبعد كده النص التاني بنحطه في قمع ونشتغل بيه زي ما انتم شايفين كده. عشان ايه؟ يبقى الزواق بتاعها يعني سهل عليكم. بنبتدي نحط في الكريمه في قلب القمع كده ونحطها عشان بتسهل علينا، ما يظهرش بقى اي فتافيت او اي حاجه واحنا بالسكرابر او بحاجه، يعني ايه، بنسوي الكريمه من الجناب. يبقى ممكن تاخد معانا كوبايه من الكريم جانتيه، او كوبايه وربع، او كوبايه ونص، حسب برضو عدد الطبقات. يبقى الكريمه يا جماعه نحط نص الاول، معاه كوبايه الا ربع من الميه، معاه معلقتين من السكر، معلقه من الباستري كريم. بنكسي جوه زي ما انتم شايفين. نرجع نحطها في الفريزر او في التلاجة ساعه ساعتين او لتاني يوم. بعد كده نعمل نص كوبايه تاني، وبرضو بنفس الطريقه. بنجيب بقى على طول على طول السكرابر المشرشر بتاعنا ده، ونساوي الجوانب زي ما انتم. وعلواه يا جماعه حلو جدا بسرعه بقى. واي حاجه كده تحس ان هي في الجوانب ما جلاش كريمه، بتحط لها قطعه من الكريمه برضو، وتبتدي ايه بالسكرابر المشرشر تسويها. وزي ما انتم شايفين بقى من فوق ناخد من جوه من بره لجوه. حلوه جدا يا جماعه وسهله كمان، تقدري تعمليها في البيت بمنتهى السهوله. يبقى الاسبونج عبارة عن، هقول لكم على بعضيهم وانتوا تقسموا المقدار على صينيتين. تقدري تحطي 6 بيضات في العجان، 3 كوبايات دقيق منخولين كويس، معلقة كبيرة بكيس كامل من الكيك شيف، حوالي كوباية من السكر،
معلقتين من الخل، وكمان هنحط فانيليا، وكوباية الا ربع من المية بيبقى فيها قطع تلج مثلجة. دي كل مقاديرنا بنضربها في العجان كويس. انا بقسمها على صينيتين، تقدري تحطيها في صينية مقاس 24 او 26. زي ما انتوا شايفين كده، حطيت شوية كريمة في القمع، وابتديت عملت ايه اللي هي تبقى عاملة زي شكل السبت شوية كده. هنعملها نص من الكريمة كده بالشكل ده، والنص التاني هنبتدي نحط نوتيلا مخففينها شوية بشوية زيت نوعية طبعا كويسة عشان ريحته تبقى حلوة. بناخد برضو الحرف كده بنفس البلة اللي اشتغلنا بيها نظام السبت ده، نشتغل بقى برضو على حرف التورته. كده تمام، يعتبر خلصنا النص اللي هو اللي بالكريمه. نبتدي بقى نخفف شويه من النوتيلا اهي كده. قوامها حلو جدا. لو حسيتي ان فيها تكتلات او حاجه، في امرار بيبقى النوتيلا فيها شويه تكتلات كده، صفيها بمصفى عادي جدا. وهنبتدي بمعلقه بقى، او تحطيها يستحسن يعني المفروض في كيس حلواني عشان تتحكمي فيه، وتبتدي توزعها في النص التاني. كده بقى خلصناها، حطينا النوتيلا وعملنا كمان شوية اسبرينكلات او بونبوني من اللي هو الذهبي ده، وكمان حطينا ورق الترانسفير بنفس الشكل كده. لو وصلت معانا لحد كده بقى، لايك وشير للفيديو. بكده خلصت التورته بتاعتنا، حلوة جدا، ارجو تجربوها. انتظروني بقى في وصفة جديدة وفيديو جديد. اسيبكم على خير واشوفكم على الف الف خير. اقول لكم السلام عليكم، دمتم في امان الله ورعايته، مع الف سلامة.